يا مساء الفل عليكم وأهلا وسهلا بيكم في قاعدة جديدة على قناة English Community. ويلا بينا. أول حاجة كده، عمرك فكرت إزاي تتكلم عن حاجة هتكون خلصت في المستقبل قبل وقت معين؟ يعني في حدثين هيحصلوا في المستقبل وواحد منهم هيقطع التاني. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن زمن مهم جدا في اللغة الإنجليزية اسمه Future Perfect أو Perfect Future، لأن احنا زي ما احنا عارفين إن الصفة تسبق الموصوف، فالأفضل ليها هتبقى اسمها Perfect Future، ولكن مفيش مشكلة، هي Future Perfect لم يتغير المعنى، اللي من خلاله هنقدر نعبر عن أفعال هتكون انتهت في المستقبل أو أحداث هتخلص قبل وقت محدد في المستقبل. إزاي بقى بنستخدمه بشكل دقيق في الجملة؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. الزمن ده بيديك مستوى أعلى في التعبير وبيخلي كلامك أكثر احترافية. فيلا بينا نبدأ كده، وأول حاجة عندنا التكوين أو الفورم بتاعه بيتكون من will have زائد ال PP فاعل، will have زائد ال PP. She will have finished her homework by 9 p.m. هي هتخلصت الواجب بتاعها على الساعة 9. ده معناها إن الساعة 9 لسه ما جاتش، وده معناها إن هي لسه ما خلصتش الواجب. يعني في حاجتين لسه يحصلوا في المستقبل، واحد منهم هيقطع التاني. المجهول بنبدأ بالمفعول وهيتكون من will have been زائد ال PP. The report will have been prepared by Monday. هيقول هنا التقرير، يعني هيكون خلاص تم إعداده على يوم الاثنين الجاي. فهنا استخدم will have been زائد ال PP لأن بادئ بالمفعول. النفي للمعلوم بننفي won't have زائد ال PP، إنما المجهول هيبقى won't have been زائد ال PP. هو المعنى أو الاختلاف هنا بسيط خالص، إن هنا بيبدأ بالفعل هنا بيبدأ بالمفعول، والفرق بين التركيبين هنلاقي كلمة been في المجهول. تمام؟ طبعا الإجابة لو بنسأل بويل هاف زائد البي بي هتبقى الإجابة بيس أو نو، إنما لو دبليو اتش فساعتها هتكون على حسب المعنى. تمام. طيب بنستخدمه إيه؟ أول حاجة حاجات زي ما قلنا كده، حدث هيكون خلص قبل وقت معين في المستقبل، والأغلب هنلاقي في الجملة كلمة باي أو بيفور أو this time أو by the time. أول ما نلاقيها ساعتها نستخدم have زائد البي بي will have زائد البي بي. I will have finished the exam by 3 p.m. فأنا لقيت كلمة by أو لقيت حاجة من الحاجات دي هستخدم will have زائد ال PP. ممكن برضو ألاقي كلمة for بعدها مدة، يعني مثلا بيقول لي in 2030 على 2030 كده إن شاء الله he will have worked here for 15 years. هيكون هنا بقاله شغال 15 سنة. تمام. ممكن نستخدم برضو مع الروابط دي when after when once as soon as the moment before by the time. هناخد حاجة بقى زي ما قلنا كده إن الروابط دي هيكون بعديها مضارع بسيط أو تام، والجملة التانية هتبقى مستقبل تام. تمام. بس ناخد بالنا إن الروابط دي ده هي كلها اللي هي when أو after once as soon as the moment before by the time، دي بيجي بعدها مضارع بسيط أو مضارع تام، ما يجيش بعدها مستقبل، ودي ناخد بالنا منها جدا. طيب ممكن برضو نلاقي كلمة this time أو in بعدها مدة مستقبلية. دي برضو ملحوظة كده this time next year في هذا الوقت السنة الجاية I will have learned Spanish هكون بتعلم أسباني. خلاص ده لسه السنة الجاية ولسه وقت ما حصلش، فاستخدم in بعدها مدة مستقبلية. ممكن برضو مع التوقع، أنا بتوقع حاجة معينة هتحصل في المستقبل فبستخدم expect. ممكن نقول expect to have أو be expected to have، زي مثلا we expect to have finished the project by June. والله احنا بنتوقع ان هو هيكون خلص المشروع ده على شهر مثلا ايه جون الجاي. تمام. ممكن نستخدم برضو اللي هو اما واذا و are expected to have been زائد البي بي، زي مثلا the road الطريق ان شاء الله احنا بنتوقع هيكون انتهى او تم اعداده على الشتاء الجاي. فهنا طبعا مجهول فاستخدم expected to have been زائد البي بي. عايزين بس نلاحظ الفرق في المعنى بين الجمل الآتية. فينا عندنا مثلا بيقول لي when you come tonight ساعة ما انت هتيجي بالليل I will cook the dinner. هنا عملية الطبخ هتبدأ بعد الوصول. تمام. استخدم will زائد المصدر مستقبل بسيط. قال الحاجة التانية بقى قال لي when you come tonight I will be cooking the dinner. يعني لما تيجي انت بالليل هكون انا مستمر، يعني انا ابقى شغال في الطبخ وقتها، فاستخدم المستقبل المستمر will be زائد verbing. انما هنا قال when you come tonight I will have cooked the dinner،
هنا بقى عملية الطبخ ستنتهي قبل الوصول، تمام؟ إن في حدث، أول ما الحدث التاني هيحصل هيقطعوا بعض، وأنت داخل هكون أنا خلصت، فده معناها مستقبل تام. وزي ما اتفقنا من الأول خالص، حدثين في وقت واحد هيحصلوا في المستقبل، واحد منهم هيقطع التاني. ممكن نستخدم be going to have زائد ال PP، وده ممكن للتعبير عن المستقبل التام. تمام؟ يبقى كده المستقبل التام بيتكون من حدثين سيحصلوا في المستقبل، هيحصلوا في المستقبل إن شاء الله، واحد منهم هيقطع التاني علشان يكونوا بشكل تام. وبكده خلصنا درس الفيوتشر بيرفكت. دلوقتي إن شاء الله بقى نقدر نتكلم عن أحداث هتنتهي في المستقبل بثقة ودقة أكبر. حاول بس نكون جمل من حياتنا اليومية باستخدام الزمن ده، لأن التطبيق هو اللي بيثبت المعلومة بشكل واضح جدا. ولو في أي نقطة محتاجينها أو محتاجين توضيح ليها اكتبوها لنا بس في الكومنتات وأنا هشرحها لكم. كان معكم مستر عبد الفتاح من انجلش كوميونيتي، ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.